اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل التورته الحكايه دي. يلا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا 3 بيضات ومعلقه كبيره من الخل، باكيت من الفانيليا، 300 جرام دقيق سبونج فانيليا، تلت كوبايه من الميه. هنضربهم كويس جدا لغايه اما يبقى القوام كريمي خالص. وطبعا انا مجهزه صاج مقاس 30 في 40 ومسخنه الفرن كويس جدا على درجه حراره 180. كده تمام، ضربنا الخليط وبقى معانا قوام كريمي. هحطه بقى في الصاج ومفروش ورق زبدة. ممكن تدهني دهنة زيت وترشي رشة دقيق بدل ورق الزبدة، المتوفر عندك اعمليه. هسوي كده كويس جدا، وهسوي السطح بأي سكرافر او اي حاجة مسطحة عندي، وهخبطه خبطتين كده على الرخامة عشان يتسوى كويس. مش هياخد معانا في الفرن حوالي 12-15 دقيقة وهيطلع بالجمال ده. هقلبه بقى. طبعا انا سيبته يبرد، وطبعا كنت مجهزة كريم عندي، كريم شانتيه. طبعا احنا عارفين هو ازاي بنعمله، ازاي عملناه كذا مرة قبل كده. وعموما هقول لكم مقاديره برضو. شايفين قوام الكيك تحفة. هحاول اقلبه كده على اي نتيجة، اي قالب عندي. لو حاجة اتقطعت متخافيش بتتدارى. هقطعه بقى بالسكينة المقاس اللي انا حباه. انا كنت حابة ان هي تطلع عالية معايا شوية، فعملتها على 4 كده، وهشيل الحتة الصغيرة اللي في الاخر دي. طبعا انت ممكن تعمليها على 5 متساويين. هجيب بقى مربة حليب عندي وهسويها كده على السطح. ده الشركة اللي انا بستخدمها. طبعا ممكن مربى، ممكن صوص شوكولاتة، اللي انت حباه، اللي انت حابة تستخدميه استخدميه. هنا عندي الكريمة دي عبارة عن نص كوباية من الكريم شانتيه، عليها معلقة كبيرة باستري كريم، عليها معلقة كبيرة لبن بودر، وعليها مية متلجة. بننزل بقى بالتدريج واحدة واحدة لغاية ما نوصل للقوام ده. طبعا انا سويت الكريم شانتيه عليها كده. طبعا لو انتوا شايفين المقطع ده مش باين قوي، هلفها رول كده، قطعة هلفها رول زي السويس رول كده، وكل واحدة هلزقها في طرف التانية. يعني اخر واحدة هلزقها فيها التانية على طول، زي ما واضح قدامنا كده. التورته دي يا جماعة مفيش اسهل ولا ابسط منها، وفي التقديم شكلها تحفة. كده سويتها كويس. هحاول اسوي بالسكينة الطبقة اللي فوق دي عشان تبقى متساوية معايا زي ما انتوا شايفين. هجلسها بقى من بره بالكريمة. طبعا هي مش هتاخد معايا كريمة كتير خالص، انا عايزاها بس شكل مش اكتر. شايفين؟ يعني خدت معايا حوالي معلقتين. هسويها كده وهعمل شرشرها كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين، بتدي شكل حلو جدا. وهمسح بقى القالب اللي هي محطوطة عليه معايا. هعمل روزيتات بقى بالكريمة الباقية. سهل يا جماعة وتحفة تحفة تحفة، شكلها حلوة اوي من جوه. هجيب بقى عندي كريز مسكر، هسويها برضو من تحت كده بالروزيتات عشان تدي شكل احلى زي ما انتوا شايفين. هحط بقى كريز مسكر، عندي سبرينكل اللي هو ذهبي خلى شكلها حلو جدا. طبعا ممكن تزيني بالتزيين اللي انت حباه. بقى شكلها تحفة تحفة يا جماعة، جربوها مش هتندموا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ويا ريت تشجعوني بكومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.